أغلبكم سمع أو شاف في شوية أفلام إن كليوباترا سممت نفسها بسم تعبان كبرى عشان حبيبها أنطونيوس اتقتل. بس التاريخ ليه كلام تاني خالص، والتعبان بريء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فتعالوا كده مع بعض نشوف الحكاية من البداية. كليوباترا اتولدت سنة 69 قبل الميلاد، وهي من سلالة البطالمة اللي هم خلفاء الإسكندر الأكبر اللي دخل مصر سنة 332 قبل الميلاد. أبوها أولتس اللي هو بطليموس ال 12. لما مات الحكم اتنقل ليها ولأخوها ثيوس فيلباتور اللي هو بطليموس ال 13. كانت هي تقريبا عندها 18 سنة وهو حوالي 10 سنين. كليوباترا وزي ما التاريخ قال عنها كانت جميلة جدا، وكانت ذكية ومثقفة لدرجة إن هي كانت قادرة تتكلم 12 لغة، وكمان اتعلمت الهيروغليفية، وكانت بتحب الإلهة إيزيس جدا، وكانت شايفة نفسها شبهها، فطلعت على نفسها لقب إيزيس الجديدة. كليوباترا من ذكائها كانت قادرة تقود جيوش وهي عندها 21 سنة بس أخوها بطليموس لما كبر شوية المستشارين بتوعه لعبوا في دماغه وقالوا له انت لازم تخلص من كليوباترا عشان الجو يخلق لك. هو ما كدبش خبر، فقرر يطردها بره اسكندريه. بس ديت حته غبيه شويه، هو كان المفروض يخلص عليها خالص، لان كليوباترا مش سهله ومش هتعدي الموضوع ده ببساطه كده. وقتها هي راحت شرق مصر، وهناك قدرت تكون جيش قوي من البدو، وقالت أنا هعلن الحرب على أخويا وهرجع الحكم واللي يحصل يحصل. في الوقت ده يوليوس قيصر اللي هو حاكم روما عرف بالموضوع، وكان معجب جدا بكليوباترا، فقرر يساعدها في الحرب دي. وفعلا سنة 48 قبل الميلاد قرر ينضم ليها. ولما وصلوا لبطليموس، بطليموس قدر يحبسها هي ويوليوس قيصر في قصر من القصور لمدة 5 شهور. المدة دي كانت كافية إن العلاقة تقوى ما بين يوليوس وكليوباترا. وبعد ال5 شهور دول وصل تعزيزات من الجيش، قوة يعني من الجيش الروماني، عشان يحرروا يوليوس. بطليموس لما عرف قال لك يا فكيك، هو كان عارف لو كان فضل مستني واتجاب كان هيتعلم. بعد كده يوليوس عين كليوباترا فعلا على حكم مصر، ووقتها اتجوزت أخوها بطليموس ال 14. كان عنده تقريبا وقتها 11 سنة، بس كانت لسه على علاقة بيوليوس، وحملت منه وخلفت ولد اسمه بطليموس قيصر اللي هو قيصريون. وبعد ال3 سنين من الحكم قررت إن هي تسم أخوها وتخلص منه. وسنة 44 قبل الميلاد يوليوس قيصر اتقتل على إيد أقرب الناس ليه، والحكم في روما انقسم ما بين أوكتافيوس اللي هو ابن يوليوس بالتبني، وواحد اسمه أنطونيوس ماركوس. أنطونيوس ماركوس كان أقوى وكان ليه حلفاء أكتر في السيناتو، والسيناتو دول اللي هم زي مجلس الشعب عندنا كده. فقررت كليوباترا إن هي تحاول تقرب من أنطونيوس. هي كانت محتاجة حد يساعدها بعد موت يوليوس قيصر علشان الحكم ما يروحش من إيديها. فقالت لك أنا لسه حلوة وصغيرة، وقررت تغوي أنطونيوس بجمالها. وفعلا الحيلة جابت نتيجة، وأنطونيوس وقع في شباك حبها ووهب نفسه ليها هو وجيشه. وسنة 32 قبل الميلاد أنطونيوس ماركوس قرار غبي جدا، طلق مراته الرومانية واتجوز كليوباترا رسمي. الشعب الروماني لما عرف قال لك ده ازاي يحصل، يسيب بنت بلدنا ويروح لواحدة غريبة؟ فأوكتافيوس قال بس هي دي فرصتي، وإن أنا أقلب عليه السيناتو والشعب عشان الجو يخلالي في الحكم. وفعلا قدر أوكتافيوس إنه يلغي سلطة أنطونيوس ماركوس، وفي نفس الوقت أعلن الحرب على كليوباترا. بس هو من جواه ما كانش على كليوباترا بس، كان على أنطونيوس برضه. هو عارف إن أنطونيوس واقع في شباك حبها، فهيضطر يساعدها في الحرب دي، فهيخلص منه ومن كليوباترا. وفعلا الحرب قامت سنة 31 قبل الميلاد، حرب اسمها حرب خليج أكتيوم.
وقتها فعلا أنطونيوس انضم لجيش كليوباترا، كان معاه 230 سفينة حربية. بس لحظهم المهبب، كان في وقتها مرض اسمه الملاريا ضرب جزء كبير من جيش كليوباترا وأنطونيوس، وأغلبهم مات قبل حتى ما المعركة تبتدي. فأنطونيوس وكليوباترا قرروا مع بعض إن هم يعملوا تشكيل اسمه حدوة الحصان، ويبقوا هم في آخر التشكيل، بحيث لو حصل أي حاجة يقدروا يهربوا. وفعلا لما حسوا إن المعركة بتروح منهم، خدوا بعضهم وفلقوا وسابوا الجيش وراهم. وسنة 30 قبل الميلاد أغلب جيش أنطونيوس ماركوس اتسحب. هم حسوا إن هم عمالين يحاربوا ويسحلوا نفسهم عشان واحدة غريبة عنهم، الموضوع ما يخصهمش في حاجة، وإن هم ماشيين ورا أهواء وعواطف أنطونيوس ماركوس. وفي نفس الوقت وصلت رسالة لأنطونيوس كانت مدسوسة، ما كانتش رسالة حقيقية. كان مكتوب فيها إن كليوباترا سممت نفسها وماتت، فهو من كتر الحزن عليها انتحر. كليوباترا لما عرفت اللي حصل لأنطونيوس وإن هو مات، قالت لك أنا رجعت تاني لوحدي، طب أنا أعمل إيه؟ أنا أحاول أوصل لاتفاقية مع أوكتافيوس. بس أوكتافيوس كان أذكى إخواته، والحيلة بتاعت كليوباترا ما جابتش نتيجة. وأوكتافيوس وقتها قرر برضه يخلص من كليوباترا، فعن طريق حد دخل لكليوباترا كان معاه مشروب، والمشروب ده كان فيه سم. كليوباترا أول ما شربت منه عرفت إن المشروب ده فيه سم، بس قررت إن هي تكمل وتشربه. هي كانت عارفة ومتأكدة إن هي لو فضلت عايشة وأوكتافيوس وصل لها هياخدها أسيرة في موكب الانتصار بتاعه، وهي كملكة عريقة كرامتها ما تسمح لهاش بحاجة زي كده. فعملت كده، وده كان سبب وفاتها. أصلا كليوباترا ما كانش يفرق معاها أي راجل من الرجالة دول، هي كان أهم حاجة عندها إن هي تحافظ على وجودها على عرش مصر. وقتها قيصريون ابنها وابن يوليوس قيصر لما عرف إن أمه ماتت، قرر ياخد بعضه ويروح الهند، علشان عارف إن أوكتافيوس مش هيسيبه في حاله. بس أوكتافيوس بعت له مرسال وإن هو بيطمنه وتعالى ده إحنا يعني قرايب، بما إن هو يعني ابن يوليوس قيصر، وأوكتافيوس ابن يوليوس برضه بالتبني. فضل يطمن فيه كده لحد ما كبر رجليه. وقتها قيصريون كان عنده حوالي 17 سنة، فصدق أوكتافيوس ورجع تاني لمصر. وأوكتافيوس خلص عليه، خنقه لحد ما مات. وبكده سلالة البطالمة في مصر انتهت، وقدر أوكتافيوس إن هو يبقى على حكم روما لوحده ومنفرد بيه، ويخلص من أنطونيوس ماركوس، وفي نفس الوقت يفرض سيطرته على مصر بعد موت كليوباترا وابنها. بس يا سيدي هي دي كل الحكاية.